بالنسبة لتوقعات المواليد برج الميزان العام 2017، برج الميزان برج هوائي، هو برج التناوم والتوازن والاستجابة. أغلب الدبلوماسيين حول العالم هم مواليد برج الميزان، هو برج السلام. للذين يولدون تحت ظل برج الميزان هيبقى الفترة من 23 سبتمبر حتى 23 أكتوبر، هو برج هوائي. رمز الميزان الكوكب المؤثر الزهرة، العنصر الهواء، أهم مميزاته أنه جوهري، طبيعته عقلاني، ترتيبه السابع في الأبراج، الاستقطاب ليه إيجابي، البرج المعاكس الحمل. اللون المفضل ليه الأزرق، حجارة الحظ الياقوت الأزرق، رمزه الصين أو البرج الموازي ليه الصيني هو الكلب. شخصية برج الميزان، شعاره التوازن، فهو قادر على إقامة توافق بين كل الجوانب الحياتية، هو مسالم بطبعه وعادل أيضا ويكره الوحدة. العلاقات الإنسانية مهمة جدا بالنسبة إليه، وخصوصا إذا كانت ذات طابع شخصي. شخصيته القريبة من القلب وأسلوبه الراقي سيجذب الآخرين إليه، وبالتالي لن يكون وحيدا أبدا. نقاط القوة لمواليد برج الميزان: اجتماعي، منصف، متعاون، دبلوماسي وكريم. نقاط الضعف: غير حاسم، يحمل الضغينة، يتجنب المواجهات، يرثي نفسه أحيانا. اللي بيحب مواليد برج الميزان هو الوئام، المشاركة مع الآخرين، اللطف والتنزه خارجا. ما يكره: الظلم والعنف، الامتثال بالآخرين والصراخ. بيئته المفضلة: أي مكان جميل ويجد فيه تناوم. توقعات المواليد برج الميزان العمل الجديد: سوف يمر العمل الجديد بسرعة كبيرة دون أن يلتقط نفسه، لديه المزيد من الطاقة أكثر من المعتاد، عليه أن يترك بعض الوقت ليقضيه مع أحبائه، عليه أن يحافظ على توازنه وإلا تعرض للسقوط، سيجد أنه من الصعب التخطيط لمستقبله. الحب: بدايات حب جديدة، ينبغي أن يحوز ثقة رئيسه هذا العام، لا يمكن العثور على علاقات جديدة ما دام معلقا ومتشابكا في علاقات أخرى. المهنة: يتوق لتعلم الجديد العام الجديد 2017، سيتعلم مهارات جديدة، عليه أن يعمل بجد. بالنسبة للمادة: يحافظ على ميزانيته متوازنة، يوفر المال للطعام والإيجار، عليه ألا ينفق الكثير على الأشياء التي لا يحتاجها. الصحة 2017: عليه أن يضبط طاقة جسمه باستخدام الرياضة. التوقعات الشهرية لمواليد برج الميزان: شهر يناير هو شهر التنمية النفسية، فبراير الحياة ستكون صعبة هذا الشهر بالنسبة للميزان، مارس هي فترة صعبة لصحته، أبريل عطارد متراجع للوراء هذا الشهر مما سيسبب له دمارا كبيرا بحياته